حقيقة أسطورة طائر الفيل وسبب انقراضه. يجزم العديد من البشر بأن طائر الفيل ما هو إلا مجرد حكاية خيالية وأسطورة من الأساطير القديمة، وذلك لارتباط شكل الفيل وحجمه الضخم بالطيران، وهو أمر لا يمكن تقبله بالعقل البشري، إلا أن هناك دراسات أكدت على وجود مثل هذا الطائر، وقد دعمت تلك الأسطورة العثور على بيضة ذلك الكائن المنقرض في الفترة بين القرنين 13 و17. حقيقة أسطورة طائر الفيل. في عام 1642 تم اكتشاف عظام طائر الفيل، وكذلك بعض القشور التي تعود لبيضة هذا الطائر في إفريقيا بواسطة بعثة من المستكشفين الفرنسيين. في البداية ظن أفراد البعثة أن تلك العظام هي عظام نعامة، إلا أنه بعد ذلك تم التعرف على هوية العظام وأنها تعود لطائر الفيل. وفي عام 1969 وجد لوس ماردين بيضة عملاقة، وبداخل تلك البيضة هيكل لجنين طائر الفيل، والتي توجد حاليا لدى علماء واشنطن. شكل طائر الفيل. يصل طول أكبر طائر في طيور الفيل إلى 3 أمتار، كما أنه لا يطير، ولديه 4 أصابع في كل قدم، كما يصل وزنه إلى 500 كيلوغرام، وقيل أنه يتغذى على العشب ويتميز بسرعة الركض، وأنه يشبه طائر النعام، كما يصل طول بيضته إلى 13 بوصة، والسائل الذي بداخلها وزنه حوالي 2 جالون تقريبا. وأثبتت الدراسات والأبحاث التي أجريت أن هذا الطائر العملاق كان يعيش بمدغشقر، وكان على حدود الساحل الشرقي لإفريقيا، كما أثبتت أن طائر الفيل تعرض للانقراض منذ ما يقرب من 300 عام. سبب تسميته بهذا الاسم. يعود السبب وراء تسمية طائر الفيل بهذا الاسم إلى مذكرات الرحالة والمستكشف ماركو بولو، والذي ذكر فيها أن مجموعة من الطيور الضخمة تقوم بمهاجمة الفيل، ثم تقوم بحملها، وبعد ذلك تلقيها على الأرض بقوة، وعلى أثر ذلك الهجوم العنيف تعرض الفيل للموت، فتقوم بعد ذلك تلك الطيور بالتهامها كلها، وبناء على تلك الرواية سمي هذا الطائر العملاق بهذا الاسم. سبب انقراض طائر الفيل. لا يوجد سبب مؤكد وراء انقراض هذا الطائر حتى الآن، إلا أنه توجد عدة دراسات تشير إلى أن السبب وراء انقراض طائر الفيل هي بعض الطيور التي كانت تنقض على بيضه وتأكله، مما ساهم بشكل كبير في انقراضه. كذلك أثبتت تلك الدراسات أن هذا الطائر كان بطيء التكاثر، يبيض بيضة واحدة فقط في المرة، ولم يكن ذلك على فترات متقاربة، ولكن على فترات شديدة التباعد. كذلك تعرض ذلك الحيوان إلى هجمات مفترسة من قبل الحيوانات المتوحشة، وقد ذكر الحاكم الفرنسي الأول لمدغشقر ردما الأول 1810 إلى 1820 أنه قبل أن تصل أول مجموعة من السكان إلى مدغشقر كان هناك طائر الفيل، أي في منتصف القرن 18، ولكن هؤلاء السكان قد قاموا بالقضاء على هذا الطائر عن طريق حرق الأماكن التي يعيش بها طائر الفيل، كما كانوا يقدمون على صيده بكثرة، وقد اتضح هذا من آثار الكسور التي وجدت على عظام الطائر. بيضة طائر الفيل للبيع. في عام 2015 تم عرض بيضة طائر الفيل داخل مزاد علني مقابل 66,675 جنيها استرليني داخل دار كريستز، وهي إحدى دور المزادات بلندن، في واحدة من أقدم دور المزادات في العالم، والتي قدرت ثمن البيضة العملاقة التي وصل ارتفاعها إلى 30 سنتيمتر وقطرها 21 سنتيمتر، أي يزيد حجمها عن بيضة الدجاجة 200 مرة، قبل بيعها بالمزاد بمبلغ يتراوح قدره بين 30 و50 ألف جنيه استرليني، وقد تم بيعها بمبلغ 76,000 دولار.